رجل كبير أنا والله ما أعرفه، كبير بالسن، واتصل علي وقال لي بقول لك سالفة أنا أعرف جزءا من أطرافه. يقول طبعا على بداية السيارات، هذا رجال إني بيتزوج، والشيء المعتاد رتب وضعه مع اللي بيناسبهم، واتفقوا على موعد الزواج، والبيوت يعني أكل أيام أغلبه طين، بيوت بداية الشعبية وكذا، وهو يبدو أن المنطقة ما هي منطقة كبيرة اللي هم فيها. وكان من أول الزوج يدخل على الزوجة، بعضهم مسيان، يعني ما هم مثل النمط الآن، ما يدخلون بعد العشاء من العادات القديمة. فالبنت جهزوها هلا وجلست، ما كان حولها أحد، وجلس الرجل مع انسباه ومع الضيوف، ثم عاد دخل على الزوجة. دخل على الزوجة وثر البنت ما هي بطبيعية، يعني لا بالة ولا متوترة بالحيل. يعني جلس معه يبي يسولف، يبي ياخذ ويعطي معه، وإذا هي تصيح وتبكي. قالت له أنا يعني ولد الأجواد ودي أقول لك حاجة، وأنا داخلة على الله ثم عليك، لا تجين ولا تقربن، أنا امرأة يعني أخطي علي، وتراي ما أدري عن وضعي، ولذلك طلبتك أنك تستر علي إلى الصبح، ولا صار الفجر نزلت لأهلي وطلعت لأهلي، والحمد لله على كل حال، بس استر واصبر علي هالليلة. يقول الرجل استرجع، تعوذ من الشيطان، رجل عاقل عاقل يعني ما شاء الله، شروه من يسمع. يقول تعوذ من الشيطان وتسنن وقال على خير إن شاء الله. صار الفجر الصباح، بنت الحلال مجمعة قشة تبي تروح لها جاهز مهن الوضع، خلاص مستحيل. قال له أنا عندي رأي، وإنسان تبي تقبلين به فتوكلنا على الله، وإنسان تبي تروح لها الأمر عندك. قالت سم. قال نبي نرحل، من أول يسمونها الرحيل، نبي نرحل على بداية السيارات، شرطي ما نرجع لهلس إلا بعد حول، بعد سنة كاملة نبي نروح، وإن كان كتب الله حمل اللي بيت، فما هنا رجعه إلا بعد سنة. قالت لو تبي 10 سنين، هي بحاله ما يعلمها إلا الله. لا إله إلا الله. ودع أهله، هو كان من أول يجلس الرجال عند خواله من أسبوع وبه، ثم عاد يرحلون، والرجال يبيع ويشري، فقال لهم أنا ترى بترزق الله وبر، وشاله حتى رفيقه اللي كلمن حدد لي المنطقة، شال أغراضه وشال قشه هو بنت الحلال وراحوا. بعد فترة بسيطة تبين أنه حامل هذه المرة، وقالت له وش رايك؟ قال يبي يسر الله، يبي يعين الله، والرجل مستجمع قواه، مفوض أمره لله، ومحتسب بالموضوع كامل، محتسب، ولا في لا اتصالات ولا في جوالات ولا في تواصل معها. دار قريب من الحول، ووضعت المرأة طفل. جابت الطفل، قالوا لا قضيتي من النفاس ومرضعته ومرتاحة، نبي نرجع. هو الرجال بباله شيء. بعد ما قضت من أنفاس ورضعته وصار مثل الولد له، يعني على قولتنا رامته حنت عليه. رجعوا، يوم رجعوا قال شرطي نيجي للبيت ما حد يدري بنا، وتسوين اللي أنا بس أبى أقوله لك. صار بالليل وصلوا الديرة مسيان، ودخلوا بيته، له بيته عندهم، أخذوا وليد منه بعد العشاء قريبا من الفجر، وحطوا عند باب المسجد. طبعا من أول قديما قبل الحمد لله ما يجي التنظيم الآن والرعاية من قبل الدولة، كان الله يعني يعافيهم ويهدي الجميع، إذا حصل مثل هالأمور دائما عند المساجد.
فحطوا عند باب المسجد وجلس يراقب الوضع، يخاف عليه من حصني، يخاف عليه من سلب، يخاف عليه. ومن أول يجي المذن بدري قبل الفجر يولع يم اللمبة اللي عند الباب ولا السراج ويدخل ويؤذن، وهو جالس يتابع الوضع. جاء المؤذن على عادته إلا يوم ذا ويلمس ويصيح الطفل. تعوذ من الشيطان المؤذن واسترجع إنا لله وإنا إليه، عرف أن الوضع فيه، شال وليد وبدأوا ما شاء الله الجماعة اللي يجي واحد اثنين من أول ما شاء الله على أول الإذان الناس تجي، هذا وشو، ها وليد وشو، إنا لله، من يبي يكفله، من يبي يشوفه، من يبي يرومه. من أول ما فيه لا أحد، يعني ما في جهة رسمية تحتويهم تتبنى الشيء. فمن اللي تبرع جاء الرجال من بينهم وكأنه يشاهد الموقف ومنصدم، وشو هوليد محطوط، هوليد طلبتكم يا جماعة، طلبتكم طلبة ترى بكفله. يا سلام. اشهدوا يا جماعة ترى بكفله. موجودين عيال عمه، موجودين أقاربه، موجودين أهل الديرة. أخذوه وضموه وقالوا جزاك الله خير. من أول يفرحون إن أحد يأخذوه، أخذوه وبعد الفجر وداوه لأمه وقال هذا الولد، والآن الجميع دريوا أنه متبنى ما هو بولد، وتوكلي على الله واحتسبي. الله أكبر. يقسم لي هذا الرجل يقول تربى هالولد هذا، وطبعا مشت أموره، وهذا تزوج طبعا أخرى وعاش معه ولم يخبر بالقصة حتى توفي. الزوج هذا توفي طبعا، ثم هي أخبرت خواصه والرجل يعني هو من حدث. فارقها يعني هو سم؟ فارقها؟ لا ما فارقها، ابتلت على ذمته. أنا يا جماعة يعني هذه القصة على حساسيتها، أنا لا أتحدث عن ذات الإشكالية، لكن والله لفتة للجميع. يا جماعة أمر الستر في الإسلام أمر عظيم، أمر عظيم يا أخواني. حتى ما يعني أجعل موضوع تذكير وموعظة، خلونا ناقف بس وقفة سريعة. من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. يا جماعة يأتي ماعز وتأتي الغامدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت عنهم يمين ويسار، تدرأ الحدود بالشبهات. الشريعة ما تشرئب وتفرح أنه يمسك على الواحد عشان يقام عليه الحد. نحن قامت على الستر. يعني واحد وقع بخطأ، زوج، زوجة، أخ، أخت، زميل، ابن، لا تعيروا بالمشكلة. يعني واحد غلط، مهم أنت يا أب دائما تكرر هالمشكلة. أنت يا الزوجة شفتي زوجك وغلط بغلطة، لا تمسكينه ودائما تكرر. أنت الزوج غلطة زوجك، ترى زوجة مثلك أنت غلط وهي تغلط. لا ما أقصد المشكلة هذه، لكن عموما أنت يا الأب، أنت يا الأخ، أنت يا الصديق، ما أجمل من ستر ربي. الله ستر عليه، كن معينا عليه، تاب، راجع نفسه، عدل، كن معينا على الشيطان على نفسه. فأنا أقول يا جماعة ما أجمل الستر في حياتنا، وما أعظم أن تسمو أنفسنا أن الواحد يتربى أنه يعود نفسه ألا يكون فاضح وأن يكون ساتر.